يا أهلا وسهلا. النهاردة معانا بودكاست قلب واعي. معانا حلقة جميلة جدا ومهمة، هنتكلم عن التوازن بين الطموح والحياة الشخصية. الحلقة دي قوية جدا يا بنات، عايزاكم تركزوا فيها. ودلوقتي هسألك سؤال، فاكرة آخر مرة حسيتي فيها انك واثقة في نفسك؟ يمكن كانت من زمان، أو يمكن حسيتي بيها قبل دقيقة واحدة بس بين الوقت ده والوقت ده حصل ايه؟ ليه ساعات بنفقد ثقتنا في نفسنا وسط ضغوط الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن الطموح والحياة الشخصية، هنوازن بينهم وهنتكلم مع بعض عن السبب الحقيقي ورا الضغوط دي، وازاي ممكن نرجع نلاقي نفسنا من تاني ونبني ثقتنا خطوة بخطوة. ودلوقتي هنسأل بعض سؤال، الضغط بيجي منين؟ الضغوط مش دايما حاجة جاية من الناس اللي حوالينا بس، الضغوط جوانا احنا كمان، من الأفكار اللي بتقول لنا مش هتقدري، مش كفاية، ليه تحاولي أصلا. الأفكار السلبية دي كلها الناس ممكن تكون سبب بس احنا كمان بنضغط نفسنا بنفسنا. ممكن تكوني في الشغل، في البيت، في العلاقة، وكل ده بتجبرك تحس انك لازم تبقي خارقة. بس الحقيقة الثقة مش صاروخ بينطلق فجأة، الثقة حاجة بتتبني قطعة قطعة، بتتغذى بالنجاحات الصغيرة اللي بنعملها، زي الاهتمام بالنفس، نهتم بنفسنا، نخرج خروجة حلوة لوحدنا، نعمل فنجان قهوة بحب لينا. الحاجات دي بتفرق جدا. وأول خطوة اقبلي نفسك. أكيد سمعت جملة حب النفس، الجملة دي بنسمعها كتير، بس يا ترى يعني ايه؟ حب النفس مش تجميل أو كلام على السطح. حب النفس هو انك تبص لنفسك بعين رحيمة حتى مع كل العيوب دي. انتي مش لازم تكوني كاملة عشان تثقي في نفسك، محدش كامل. جربي تسألي نفسك، انا بحب ايه؟ انا نفسي في ايه؟ انا فخورة بايه؟ دي مش اسئلة سهلة، بس لما ترد عليها بتبدأ تبني اساس من الثقة. ولو يوم حسيت انك مش قد التحدي، مفيش مشكلة خالص، دي مش نهاية القصة يعني، دي بداية فرصة جديدة، فرصة جديدة انك تتعلمي حاجة لنفسك. ابني نجاحات صغيرة لنفسك، مش لازم تنجحي في حاجة كبيرة على طول. جربي تحددي هدف صغير وتحققيه، زي مثلا تكملي قراءة كتاب مركون بقاله كتير على الرف، تعملي مكالمة مهمة خايفة منها، أو حتى تاخدي وقت لنفسك في هدوء. النجاحات دي صغيرة بس بتبني إحساس اسمه أنا أقدر، وبتفتحلك أبواب الثقة. خلي بالك، مش لازم حد يشوفها عشان تبقى مهمة، هي لنفسك انتي ولحياتك انتي بس. كمان اتعلمي تقولي لأ لما تحسي انك مش قادرة، ده مش ضعف، ده احترام لنفسك ولقدراتك. يا حبيبتي، الثقة بالنفس مش حاجة بتتحقق في يوم وليلة، دي رحلة طويلة ومليانة لحظات ضعف وقوة وخوف وشجاعة، وانا معاكي في كل لحظة. لو حسيت ان الكلام وصل ليكي، ابعتي الحلقة دي لحد محتاج يسمعها. وما تنسيش تشتركي في بودكاست وعي وقلب واعي عشان نكمل الرحلة مع بعض. خليكي واعية وخلي قلبك قوي وواعي.